السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في شهوة شفيقة. اليوم ان شاء الله بغينا نقدم لكم واحد الشكل ديال الحلوى ديال الخليط او بمعنى لاقيطه، كل واحد وشنو اللي كيقولها. المقادير كتالي: عندنا 250 غرام ديال الزبده تكون لينه ملحيه، وعندنا 50 غرام ديال الزنجلان، و50 غرام ديال البيستاج، 50 غرام ديال اللوز، و50 غرام ديال القرقاع، و50 غرام ديال الزبيب. هاد العناصر هادو كلهم كنقطعوهم طريطفات صغيورين بحال هاد الشكل. هو انا راني مقطعاهم باش نوريكم. وعندنا معلقه ديال الخميره ومعلقه ديال لافاني. عندنا كاس ديال السكر وكاس ديال الزيت ديال العنبه، كاس ديال الزيت وكاس ديال السكر، والدقيق على حسب الخليط. ونبداو ان شاء الله. الان غادي نوضعوا الزبده ديالنا، نضيفوا عليها السكر والزيت ونخلطوهم مع بعضهم مزيان حتى يندمجوا مع بعضياتهم. بسم الله. طبعا غادي نخلط بيدي، نحكو الزبده مع السكر مزيان. نضيفو دابا الزنجلان باش يتحك لنا الزبده مزيان مع بعضياتها. من بعد ما خلطنا الزبده مزيان مع الزيت والزنجلان، غادي نضيفو دابا المكسرات ديالنا، نخوهم. غادي نضيفو معلقه ديال لافاني، معلقه صغيره ديال الخميره. جربوا هاد الحليوه راه غادي تعجبكم بزاف، كتعجب الدراري دوازاتاي، كتجي زوينه. نتمنىكم تجربوها، راه كتجي رائعه. دابا غنبدا نخويو الدقيق شويه بشويه. هاهي العجينه ديالنا من بعد ما جمعناها، نتوما كتشوفوا كيفاش جات. واخا تشوفوها كتفلتت لكم ماشي مشكل، لان المكسرات ضروري غادي تفلتت، غتحاولوا معها. هذا هو المرشم اللي غادي نستعملوه، وننصحكم باش ديروا فيه سلوفان هكذا باش ما تلصق لكمش العجينه هنا كاع ما تعذبكم. ودابا ان شاء الله نبداو. بسم الله. نحاولوا نضغطوا عليها مزيان بهذا الشكل هكذا. نحطوها في اللاطه ديال الفران. شوفوا مره اخرى. نضغطوا عليها مزيان باش تخرج لنا الزواقه. كل ما كانت فيها المكسرات بزاف كتجي رائعه وكتجي زوينه مع النكهه ديال لافاني، وهذه كتجي غزاله. جربوها راه غتعجبكم. نحاولوا نجمعوا الجنيبات هكذا. ها هي الحليوه ديالنا، احنا ساليناها. غادي ندخلوها للفران على درجه الحراره 200. المده ديال الطهي عندنا من 15 دقيقه حتى 20 دقيقه. ونشوفوا ان شاء الله لما تخرج من الفران نشوفوا الشكل ديالها. ها هي الحليوه ديالنا من بعد ما خرجت من الفران. ها نتوما كتشوفوا كيفاش جات مزونه. اللي بغى يعمل يخليها حسبيه يخليها بحال الشكل هذا هكذا، واللي بغى يدير لها السكر انا كنفضل اني ندير لها السكر كلاصي. غنصاف السكر بحال هذا الشكل هكذا، كتجي زوينه ومقرمله. المذاق رائع، جربوها راه تعجبكم، راها رائعه.
مع المكسرات اللي فيها من داخل كيزيدوا يقرمشوها، كتجي زوينه. نتمنى انها تعجبكم، ونتلاقاو لما ننتهيو ان شاء الله وتشوفوا. ها هي الحليبه ديالنا بعد ما خرجت من الفران، هانتوما كتشوفوا كيفاش جات رائعه. نتمنى تعجبكم. هانتوما كتشوفوا، ها هي شوفوا كيفاش من داخل، ها هي مقرمشه، كتجي رائعه وبنينه بزاف. نتمنى تجربوها حتى نتوما. راه الوليدات كيحماقوا عليها، العيال كلهم كيبغيو الحويجه اللي فيها سكر كلاصي وفيها اللوز وفيها القشقشه، كتعجب العيال. ونتمنى تعجبكم وتشاركونا حتى نتوما في القناه ديالنا، والرابط راه هو اسفل الفيديو. ونتلاقاو ان شاء الله في حصه جديده مع شهوة شفيقه.